لو انت عازب زي حالاتي كده وبتفكر تجيب غسالة، فانا هقول لك حاجة كده عن تجربة شخصية وبما يرضي الله. هات غسالة نص اوتوماتيك مستعملة، فاهم، جديدة، تمام، ماشي يعني ماشي دنيتك يعني. ومستحسن تجيب توشيبا. وليه عامة نص اوتوماتيك؟ انا الحمد لله جربتها، وشوية كنت خايف منها في الاول يعني، بس لا، هي غسالة محترمة بشكل عام يعني. ومميزاتها هقول لك عليها دلوقتي. النص اوتوماتيك انت ممكن تغسل فيها تيشيرت واحد، حرفيا تيشيرت. ولا قدر الله لو حصل حاجة، هي تعويرتها مش جامدة زي الفوق اوتوماتيك عامة او بشكل عام. نص اوتوماتيك قوية يعني، فاهم، هي ايه 1200 او 1400 لفة تقريبا، زي الاوتوماتيك الكاملة. فتنظيفها بيكون انضف، بيكون احسن كتير. شوية اعطالها ما بتكونش رخمة زي الفوق اوتوماتيك، فاهمني. وفي نفس الوقت سعرها بيكون كويس يعني. اعتقد دلوقتي السبعة توشيبا ممكن تلاقي مثلا حدود الخمسة ونص ستة، اعتقد يعني. دي جديدة يعني. ولو عايز نصيحتي، لا، ممكن تشوف لك حاجة مستعملة مثلا حدود 2003، هتمشي معاك الدنيا وتقضي غرضك، بما انك ايه زي حالاتي كده يعني وحداني، هتمشيك. ابعد عن الغسالات الفوق اوتوماتيك، بالذات الماركة اللي اقولك عليها دي، يونيون اير. بلاش يونيون اير. الماركة دي ما تدفعش فيها جنيه، ولا في غسالة، ولا في شاشة، ولا في اي حاجة. ده يعني دي نصيحة لوجه الله، بلاش يعني. لو زنقت معاك وعايز تجيب مثلا اي ماركه، بلاش يونيون اير. لو انت عايز في اوتوماتيك يعني، ممكن تخليك في ال جي، انا عارف ان هي غاليه، بس انت لو هتجيب قسط يبقى هات بالمره. هاير محترمه ومش واخده حقها، مع ان هي مصنفه عالميا يعني ان هي شركه ذات جوده كويسه يعني. ولو عجبك الفيديو يعني، ممكن تدعمنا بكومنت، مش عايز اكتر من كده. وجزاكم الله خير يعني.